مش عاوزها تحضر لا جنازتي ولا دفنتي. وصية صادمة من أخو الفنانة ياسمين عبد العزيز بتشعل السوشيال ميديا في خطوة هزت الوسط الفني وقلبت السوشيال ميديا. الفنان وائل عبد العزيز أخو النجمة ياسمين عبد العزيز أعلن عن وصيته بشكل علني، واللي كتب فيها بوضوح إنه مش عاوز أخته تحضر لا جنازته ولا دفنته. وصية غير متوقعة خلت الناس تسأل إزاي الخلاف بينهم بيوصل للدرجة دي. الخلاف بدأ من زمان وانفجر من وقت طلق. العلاقة بين ياسمين وأخوها كانت متوترة من سنين، ولكن الخلاف بدأ يزيد وظهر بوضوح بعد وفاة أبوهم، وزاد أكتر من وقت طلاقها من محمد حلاوة، ولما بدأت علاقتها مع أحمد العوضي. ساعتها وائل فتح النار عليها في منشورات نارية واتهمها بإهمال العيلة، وفضلت المشاحنات بينهم لحد ما وصلت إنهم ما يقطعوا بعض خالص. وطلع في النهاية وقال بعدني عشان العربية. والخلاف وقتها زاد لما ياسمين دخلت المستشفى في أزمتها الصحية الخطيرة. وقتها وائل حاول يظهر وكأنه بيدعمها، ولكنه اتفاجئ برد صادم منها لما قالت في بوست مشهور إنها اتباعت بعربية مرسيدس في إشارة غير مباشرة لأخوها، وكأنها بتقول إنه استغل مرضها لمصلحته. الصدمة الكبيرة بقى وصيته القاسية اللي هزت الجميع. بعد كل المشاكل دي نزل وائل وصيته على الفيسبوك بيقول فيها: أنا مش مسامحك لحد يوم الدين، يوم ما اموت مش عاوز لحد يحضر جنازتي ولا تعملوا لي عزا، ادفنوني في مدافن امي اللي تعبت وشقيت عليا، مش مدافن ابويا، ومش عاوز حد يترحم عليا غير ابني واخويا. الكلام ده كان بمثابة قنبلة على السوشيال ميديا، والناس بدأت تسأل ازاي خلاف بين اخوات يوصل للمنظر ده؟ هل في سر تاني ورا العداء ده؟ وهل ياسمين هترد ولا هتفضل ساكتة كعادتها؟ ياسمين صامتة والجمهور مستني ردها، ولحد اللحظة دي ياسمين معلقتش على وصية اخوها. خلى التساؤلات تزيد أكتر وأكتر. هل هتسيب الأمور زي ما هي ولا ممكن نشوف تصعيد جديد في الأيام الجاية؟ القصة لسه ما خلصتش، وكل الناس مستنية تعرف إيه النهاية اللي ممكن توصل علاقة أخ وأخته للمنظر ده.